انت واقف بتبص ليه؟ انت عايز تخسس؟ هندسه اهلا. جيت لك تاني عشان بحبك. لا حول ولا قوة الا بالله. مرني يا باشا. معلش الناس سالت سؤال تاني، ده احلى سؤال. هو في عسل بيخسس؟ بص، اي حد يديك عسل ويقول لك خد ده هتخس 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، انت واقف بتبص ليه؟ انت عايز تخسس؟ لا اله الا الله. اي حد يديك يا باشا عسل يقول لك خد ده هتخس كيلو 2 كيلو 3 كيلو، اعرف ان الراجل ده فيستك وكلامه فيستك. ليه؟ العسل الطبيعي يا باشا معلقه الاكل الكبيره فيها 65 كالوري، و65 كالوري دي هو العسل يمشي مع نظام غذائي. لو انت بتعمل رياضه وماشي على نظام غذائي انت اوريدي هتخس. العسل هيديك مقارنه بال 65 كالوري اللي بيدوهم لك هيديك شويه فوائد عظيمه. ليه؟ لان عاده اللي بيعمل تخسيس الباور بتاعه بيبقى داون، فالعسل بينشط الدوره الدمويه، تبدا ما تحسش ان انت خملان او مرهق او مش قادر تعمل حاجه. لا العسل مقارنه بال 65 كالوري لا هيديك فوائد كتير جدا. انا لا خصوصا بقى لو انت ضفت عليه جينسنج، غذاء ملكات الحكايه الروايه، منشط للدوره الدمويه، منشط للذاكره، وقلنا الفوائد دي في 100 فيديو قبل كده. يبقى اذا العسل لوحده لو هتاخده لوحده وهتقعد تاكل وتنام ما تاخدوش لانه مش هيخسس معاك. اللي بيعمل نظام تخسيس عاده بيمشي على نظام 1700 1800 كالوري في اليوم. الانسان اللي ولا بيزود في الوزن ولا بينقص في الوزن المفروض يوصلوا 2200 كالوري في اليوم. الكلام ده ليك يا حسام اللي قاعد في البيت عمال تقعد تسالني والبيضه فيها كام جرام بروتين والحكايه والروايه. نظام الكالوري نظام مهم جدا، اعمل حسابك المعلقه الواحده 65 كالوري. عايز حاجه تاني؟ تمام. احلى مسا عليك، يومك جميل. انت عارف انت هتعمل ايه. لايك وشير ومتابعه. برافو عليك. احلى مسا عليك.